الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا. طبعا ما في مناسبة في السودان بتخلى من الطشت بتاع المحشي. طبعا المحشي في المناسبات بيتعمل في طشت عنده طشت خاص كده. ده غير انه نكهته بتختلف، وغير انه نحن كسودانيين تفاصيلنا في المحشي ذاتها بتختلف لنا تفاصيلنا الخاصة. بالإضافة لأنه يمكن نحن الوحيدين اللي بناكل المحشي بالعيش. يا ريت الناس تكتب لي في التفاصيل بعد ما تشوف الطريقة دي، وروني انتوا بتعملوا بهذه الطريقة وبتعملوه كيف. جبت الخضار بتاعي في الأول قطعته كله، وهنا كان عندي قطعة بتاعت السوكيني اللي هي الكوسة الألمانية، ما بتتحشي طبعا، بس كانت عبارة عن إضافة. في الأول جبت الرز بتاعي سلقته حكاية بتاعت 5 دقيقة، بعد ذاك جبت 400 جرام بتاعت لحمة مفرومة. حاولت لأنه أخلط الحاجات دي مع بعض. بعد ذاك جبت البهارات. خلونا نشوف البهارات اللي أضفتها مع بعض. في الأول ملعقة صغيرة بتاعت فلفل ملانة، ملعقة بتاعت كوريندا، ملعقة بتاعت توم بودرة، وملعقة بتاعت بابريكا. الملح طبعا اختياري حسب الرغبة، بالإضافة لأنه شوية بتاعت برتزيلي اللي هو البقدونس. وامسك يا معلم بعد كده أخلط. أنا بالنسبة لي المحشي يحتل المرتبة الثانية بعد الضلع طوالي في السفرة بتاعت المناسبات. لو انت من محبين المحشي بتحب بتاع الطماطم ولا البابريكا ولا الباذنجان. بعد كده بديت لانه احشي الخضار بتاعي كله من الخلطة بتاعت المحشي اللي جهزتها. استخدمت اللب بتاع الطماطم الجرجرتها واضفت عليها طماطمتين خلطتها في الخلاط. فيلا الحركة بتاعت التحميرة دي حقتنا نحن برانا كالسودانيين، تقريبا ما في دولة تاني بتعملها، والحاجة دي بتدي المحشي طعم خيالي. أنا ما كان عندي حلة كبيرة لأنه الكمية بتاعتي كبيرة جدا، فعشان كده حبيت إنه أعمل المحشي بتاعي في الفرن. جيت وضعته في صينية غريقة، أضفت عليه ديل اللي هو الشمار الأخضر، غطيته بقسطير ووديته بعد ذاك الفرن خليته ياخد راحته. الطماطم المخلوطة أضفت عليها ملعقة بتاعت صلصة، فتقريبا أخد حكاية بتاعت نص ساعة. ويلا خلوكم جاهزين شوفوا النتيجة. ده كان الشكل النهائي. فكانت نكهة المحشي بتشم من السلم بتاع العمارة تحت. فده هو اللي كان بيتقال عليه إيش على المحشي. فكان ده المحشي يا جماعة، وهنا أقول لكم يلا تشاو بلا